ماذا لو أخبرتك أن المغرب اليوم قرر أن يقتحم بقوة عالم التكنولوجيا بدل أن يكون ضيفا عليها؟ نعم، أطلس سيستم، الشركة المغربية صاحبة أول حاسوب مغربي 100% بنظام تشغيل وطني خالص. مشاهدينا الكرام، أسئلة كثيرة سنجيب عليها في هذا الفيديو، من قبيل: كيف سينافس هذا الحاسوب المغربي عمالقة مثل ديل و اتش بي؟ وكيف سينهي هيمنة أمريكا على بيانات الدولة السرية وكذا بيانات المغاربة الشخصية؟ وهل سعره سيكون كابوسا لجيوب المغاربة أم مجرد هدية؟ وماذا سيحدث لو نجح المغرب في تسويق هذا الحاسوب؟ وما هو دورنا كمواطنين مغاربة؟ مشاهدينا، شركة أطلس سيستم المغربية لم تخترع العجلة كما يقال، لكنها صنعت عربتها الرقمية الخاصة، حاسوب مغربي التجميع والبرمجة بنظام تشغيل وطني يدعم العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، ومحمل بتطبيقات مغربية خالصة تعرض الثقافة المحلية والأخبار الاقتصادية والتعليمية، وكأنه متحف رقمي في جهاز واحد. والسحر الحقيقي السيادة الرقمية. بياناتك لن تهرب إلى سيرفرات في كاليفورنيا أو بكين، فداتا ستور محلي يحفظ خصوصية المواطن المغربي وأسرار الدولة معا، خاصة أن حواسيب الوزراء والبرلمانيين حاليا جواسيس غير مقصودة، تماما كما تمنع أمريكا موظفيها من استخدام هواوي وتفرض آيفون. أما معضلة الرقاقات فحلها بسيط، حتى سامسونج لا تصنع كل مكونات هواتفها بل تجمعها، وهنا يكمن الابتكار: التجميع والبرمجة والتحكم الكامل. وسيصبح هذا الحاسوب طوق النجاة، ولكن ما ثمنه؟ 5000 درهم، وهو ما يعادل نصف سعر الحاسوب المستورد، لأن تكلفة التجميع محلية، وحتى لو ارتفع سعره قليلا فهامش الربح يبقى في المغرب يغذي الاقتصاد بدل أن يسرقه ديل أو اتش بي. تخيلوا معي لو اشترى 20 مليون مغربي هذا الحاسوب كما فعلوا في داسيا، سنخلق سوقا وطنيا يقلص البطالة ويطلق جيلا من المطورين المغاربة. وهذا مجرد البداية، فالهاتف المغربي قادم، ثم الرقاقات المغربية، ثم سيارات ذكية وطنية. فالدول التي تنتج تكنولوجيتها كتركيا مثلا لا ترتعب من تقلبات العملة والأسواق الدولية. وإذا ما نظرنا إلى مصر، فلو امتلكت صناعة إلكترونية لما عانت من التضخم، والذي يجعل الأجهزة الإلكترونية يزداد ثمنها حتى بعد استعمالها لشهور. هذا الحاسوب المغربي ليس مجرد علبة بلاستيك، بل هو سلاح مقاومة اقتصادية أو صندوق أسرار وطني. دعمك له يعني أنك تصنع مستقبلا ينتج فيه المغاربة تطبيقات بالدارجة، ويصدرون تكنولوجيا للعالم، ويجعلون المغرب يابان أفريقيا. سؤال مهم: هل أنت مع مغربي أشتري مغربي حتى لو كان أداؤه أقل قليلا؟ أجب في التعليقات وناقش بصراحة، ولا تنسى الإعجاب لو أثرينا فضولك ومشاركة الفيديو، لأن مستقبل المغرب يصنع الآن.